بعد ما يوسف عرف إن مصر موجودة في قارة أفريقيا، فضل باصص للخريطة شوية، وبعدين رفع إيده وسأل: يا أستاذ، هو إزاي العلماء يعرفوا مكان أي بلد بدقة؟ يعني لو رحنا مكان جديد نعرف إحنا فين إزاي؟ ليه مهم يعني؟ السؤال ده هو اللي خلى العلماء يفكروا زمان ويخترعوا نظام يحدد مكان أي نقطة على الأرض. تخيل معايا إن الأرض دي مش كورة سايبة كده، دي متقسمة بشبكة كبيرة جدا من الخطوط الوهمية. الخطوط دي إحنا مش شايفينها بعينينا، بس العلماء رسموها علشان نعرف نحدد المكان بالظبط. زي لما تفتح موبايلك وتلاقي الجي بي اس بيقولك انت فين. يعني قبل ما يكون في موبايلات كان في علم اسمه الجغرافيا بيعمل نفس الشغل ده. أهم خط على الأرض اسمه خط الاستواء، علشان الخط ده بيقسم الأرض لنصين، نص شمالي ونص جنوبي. وكل ما نقرب من الخط ده الجو بيبقى حر، وكل ما نبعد عنه الجو بيبقى أبرد. الخطوط اللي شبه دي اسمها دوائر العرض، ودي بتساعدنا نفهم المناخ ودرجة الحرارة في أي مكان. مين فيكم شاف صور لبلاد كلها تلج؟ زي القطب الشمالي. مظبوط، لأن المكان ده بعيد جدا عن خط الاستواء، فحرارته قليلة جدا. والخطوط دي بقى بتعمل إيه؟ دي اسمها خطوط الطول، ودي اللي بتخلينا نعرف الوقت في كل بلد. يعني لما تكون الساعة 12 الظهر في مصر ممكن تكون الساعة 6 الصبح في بلد تانية. يعني الوقت مش واحد في كل العالم؟ لا طبعا، علشان كده عندنا فروق توقيت. دلوقتي بقى نقدر نحدد مكان أي بلد باستخدام أرقام. الأرقام دي بتتقال على دوائر العرض وخطوط الطول. يعني زي ما لكل بيت عنوان، لكل بلد كمان عنوان، بس عنوان جغرافي. تفتكروا الطيارات بتعرف طريقها ازاي والسفن في البحر ما بتتوهش ليه؟ علشان بيستخدموا الخطوط دي؟ بالظبط. العلم ده مش علشان نحفظه في الامتحان، ده علشان العالم كله يشتغل صح. لو سافرنا بلد قريبة جدا من خط الاستواء، نتوقع الجو هناك يبقى حر ولا برد؟ حر، لأننا قربنا من مصدر الحرارة. يوسف بص للخريطة تاني، بس المرة دي ما كانتش مجرد رسمة، بقت شبكة دقيقة بتحدد المكان والوقت والمناخ، وإزاي العالم كله متوصل ببعضه. العلماء لما رسموا خطوط الطول ودوائر العرض ما كانوش بيزوقوا الخريطة، كانوا بيحطوا نظام نقدر نفهم بيه الأرض ونعرف إحنا فين وإزاي نتحرك فيها.